المغاربه خصهم يعرفوا شنو هو الحكم الذاتي. الحكم الذاتي هو انك عندك واحد المنطقه، وهذيك المنطقه ديال الصحراء تقريبا النص ديال المغرب، دونك النص ديال المغرب غادي يكون عنده حكم ذاتي، راه ماشي منطقه صغيره ولا النص. النص ديال المغرب يعني من العيون وجر ليه قبل حتى القويره ولا، وغادي تزيد معها حتى دوك المدن ديال اللي جالسه فيهم البوليزاريو حاليا، منطقه كبيره. فالدوله اللي كتقبل الحكم الذاتي خصها تكون اولا دوله ديمقراطيه، كيكون ثانيا كتكون دوله ديال الحق والقانون، وتكون عندها العداله الاجتماعيه بحال اسبانيا. هذا الحكم الذاتي شنو معناه؟ معناه ان البوليزاريو غادي يولي عندهم وزراء ديالهم، غادي يولي عندهم مديرين ديالهم، غادي يولي عندهم تسيير ذاتي المالي والثقافي، و كاين الثمن السياسي، لان السياسه غتختلط، ما غيبقاش يقدر المالك يفرض عليهم الوجود ديالو، ولا لان هما غيمشيو بشويه بشويه كيسمعوا واحد القوه ماشي بعيد من بعد 3 سنين 4 سنين تكون عندهم قوه عسكريه ولا قوه ديال الشرطه ولا مخابرات ولا. علاش؟ لانه حكم ذاتي كيحكموا راسهم بيديهم، الملك عنده التدخل غير كان شي قرار سيادي اللي تحت الرايه المغربيه. داكور غتكون عندهم رايه مغربيه، ما تبقاش رايه ديال البوليزاريو ولا ديال الصحراوه، غادي يولي عندهم نظام ملكي، ولكن راه كاين اللي بغاو بحال دابا مشيتي مثلا اسبانيا كتلقى برشلونه ماشي هي قرطبه، وغادي يولي الملك مضطر باش يعاونهم يدير لهم الانفراستركتور سيرتو في هذوك المناطق اللي كان فيهم صحراوه، وغادي يجيو خصو يتهلا فيهم كما كانت النهار الاول هاخدين الصحراء كان دار لهم دوبل سولد، واللي بغا يخدم تما دوبل سولد وطحن 2 ريال والحليب فابور هكا غادي. دونك غادي يبقى ياخذ من المناطق المغربيه في المغرب العتيق، غادي ياخذ منه ويعطي باش يكبر هذاك يكبر هذوك البلايص اللي كانت فيهم البوليزاريو، يكبرهم تما اقتصاديا وماليا وترفيهيا وثقافيا. يعني غادي يكون واحد الخدمه كبيره غادي يقدمها الملك لهاد الناس، ومن بعد غادي يوليو يحموا راسهم.